السلام عليكم الاخوان والاخوات، كنتمنى تكونوا على خير وبخير. طولت عليكم بزاف، مش شحال هادي ما حطيت شي حاجه في اليوتيوب. اليوم ان شاء الله غادي ندير معكم هاد الكتف هذا اللي كان كيطيب في الفران، وغادي ندير معكم واحد اللحيمه حتى هي غادي نرافقها معاه كطيب في الكوكوط. بقاو معايا باش تشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير اللي كتجي زوينه بزاف وتيجي هماوي في الحطه، يعني كتحطوه بوجهكم احمر ما شاء الله. شوفوا معايا كيفاش كيجي رائع. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش عليا باللايكات وبارطاجيو مع الاحباب والاصدقاء لكي تعم الفائده. ونبداو على بركه الله. هنايا عندي الحبق كنقطعو هكا صغيور، عندي ورقه موسى اولا ورق الرند، عندي الكركم بلدي، عندي الابزار، عندي سكينجبير، عندي الثومه، عندي قزبر ومعدنوس، وعندي زعفران شعره، وعندي الملحه. هنا غادي نضيف لهم كاس ديال الماء، غير تبعوا معايا مازال غادي نضيف واحد المكون واحد اخر. ضفت كاس ديال الماء وغادي نضيف كاس ديال الزيت، وغادي نخلط هاد المكونات هذه كامله كما كتشوفوا معايا، نخلطوها مزيان. عرفتي هاد الطريقه هذه كتجي زوينه بزاف، وكان نفس الشرموله كنديروا فيها، يعني الا بغينا نديروا المروزيه كتجي بها زوينه، كتجي بها حتى هي زوينه تبارك الله، كتجي المروزيه زوينه. صافي هنا بعد ما خلطتهم كما كتشوفوا معايا، وضروري من ديك الكاس ديال الماء، فما ديروش غير الزيت بوحدو، لان الفائده ديال الماء هو ديك العطريه وديك الشيء ملي كنشرملو بها ديك اللحم كيطلق. هنا قلت لكم مازال غنزيد واحد المكون، هذه العطريه ديال المروزيه. يا اما تمشيو عند العطار تاخذوها هكا مطحونه، اولا كتبوها ليا في التعاليق نقول لكم، لاني انا طحنتها راسي في الدار. كنجمع ديك العطريه ديال المروزيه كامله وكنجيبها للدار، كنقيها وكنفضها مزيان وكنطحنها راسي في الدار، انا اللي كنعزلها، كيكون فيها واحد المذاق زوين بزاف. هنا غادي نبدا باللحيمه كما قلت لكم، راه غادي نشرم اللحم حتى هو غادي شي يكفاني باش نزيدو على ديك الطابق. هنا هاد اللحم هذا غنشرملو، غنديرلو بحال الشكل ديال المروزيه، غير انا غادي ندير فيه البصله ياك. وهذاك الكسف غادي نديرو في الفران، يعني هذا غنطيبو في الكوكوط والثاني غادي نديرو في الفران. شوفوا معايا كيفاش كيجي تبارك الله. عرفتي على واحد الريحه كاينه دابا ديال ديك المروزيه لان كنطحنها بيدي، كتكون فيها واحد الريحه ما شاء الله، ريحه زوينه. هنا غادي نشرمل وغادي نوضعو في الكوكوط. الا قدرتوا مثلا تخليوه واحد الساعه د المكانه عاد طيبوه خليوه، اولا خليوه حتى اكثر الا بغيتوا. صافي بعد ما شرملت هذيك اللحيمه درتهم هكا في الكوكوط ونقصت عليهم البوطه. هنا غادي نجيب هذاك الكتف بعد ما كنكون كما كتشوفوا معايا، يعني منقي مزيان مغسول، كنظفوه مزيان. صافي غنجيب واحد السكين وغنحاول نحلو من جوج ديال الجهات باش ندخل الشرموله هكا في الوسط ديالو، لان ملي كنديروه في الفران راه تبارك الله كيفاش كيجي رائع وكيجي فتي، وديك العطريه كتدخل لداخل تبارك الله. صافي غادي نحلو عاوتاني من الجهه الثانيه. هنا بعد ما حليته كما كتشوفوا معايا من الجهات بجوج، كنجي عاوتاني الفوق في خطره وكنبدا نقطع. شوفوا الجهه الاولى كيفاش حليت وشرملته، كنجي هكا عاوتاني في الجهه الثانيه كنحل، ها هي
وشرملته. شوفوا معايا صافي. وكنجي هكا من الفوق بحال اللي كنفلحو بحال هكا، وكنشد عاوتاني الشرموله وكندخلها فيه مزيان، وكنجيب هاد ورق الرند وكنديرو في ديك البليصه اللي كنحلو فيها ديك الكتف، يعني كنفلحوه باش كيدخلوا الطياب، وفي نفس الوقت كتدخلوا حتى ديك الشرموله كتدخل وكيجي بنين. هنا غادي نجيب واحد اللاطه اللي غنفرش فيها الالومنيوم هو الاول، من بعد ندير فيها البابي ديال الفران باش ما نديروش الالومنيوم مباشره مع اللحم. غادي نرشو هكا بشويه الزيت، غير كنرشوه شي شويه ماشي بزاف باش ديك الكاريط ما يسقناش في ديك الكتف. صافي. وكنجيبو الا ما كانوش مثلا الناس بزاف ممكن ديروا غير الكتف بوحدو وترافقوه باي حاجه. راه ديجا عندي في القناه دايره غير الكتف بوحدو. هنا كانوا عندي الناس بزاف، انا درت هاد الكتف وعليها رافقته بديك اللحم باش كفاني كما شفتوا. وجا في الحطه جا كتير في الحطه، يعني جا كبير ما شاء الله في التبصيل. ولكن الا ما كانوش بزاف مثلا كانوا واحد 10 الناس ولا هذه ما فيها بس ديروا غير الكتف بوحدو. صافي. هنا كندخلو الفران وكنخليه يطيب على درجه حراره 180 اولا 200 ياك، وكنخليوه تقريبا في الفران واحد 3 ساعات عاد كنحلو ونطلعوا عليه. يعني كنكونوا ناقصين له البوطه. الا كان الفران ديال البوطه نقصو، كان ديال الضو نقصو. صافي. ملي كنطلع عليه كنلقاوه هكا شويه طاب، كنحيدوا له حتى كنلقاوه طاب في خطره، كنحيدوا له البابي وكنخليوه يتحمر واحد شويه من الفوق، كندهنوه بالزبده وكنخليوه غير شي شويه، ما تخليوش يتحمر بزاف باش ما يقصاحش ليكم. وكنحطوه هنايا. صافي. غادي ندوز معاكم الكوكوط كما شفتوا معايا، قلت لكم نقصت لها البوطه وخليته يتقلى على خاطرو ديك اللحم. صافي. غادي نزيد له هكا البصله. هنا شلطت غير بصله واحده كبيره، يعني مبغيتش ندير بصله بزاف. انا ما كنتش غادي ندير بصله، مي قلت ما فيها بس ندير واحد شويه هكا يكون شويه د المرق. الا بغيتو مثلا ديروها على شكل المروزيه ما ديروش البصله، ديروا غير اللحم بوحدو فهو كافي ويجيكم حتى هو معلق. انا هذا ديال الكوكوط حتى هو سديت عليه وخليته طاب، وغادي نرجع معكم للشكل النهائي. صافي. كيجي هو هذا الشكل النهائي ديالو. شوفوا معايا الجيكو هو اللي حطيت فوق منه هذاك البرقوق، درت فيه شنجلان، وحطيت المشماش حتى هو درت فيه اللوز هكا. وكنجيبوا شويه اللويزات هكا كنفركتوهم هكا من الفوق. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم.